أول ما عرفت الخلطة السحرية اللي لو حطيناها على الكيكة تطلع كل مرة أحلى من اللي قبلها، قلت لازم أقول لكم عليه عشان تعرفوه طلعوا دايما كيكة هشة ومرتفعة ولونها فاتح، وننسى الكيكة الفاشلة للأبد. هتطلع دايما معاكم الكيكة في منتهى الجمال وكل مرة أحلى من المرة اللي قبلها. هنجيب 3 بيضات يبقوا بحرارة الغرفة، مطلعينهم من التلاجة قبل ما نحطهم على الكيكة بشوية، عليهم فانيليا بودرة أو سايلة، رشة ملح، كوباية سكر، وهنعمل المكونات كلها بنفس الكوباية. بعد كده هنخلط المكونات مع بعض سواء بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط. هنعملها بالمضرب الكهربائي في الأول على السرعة الهادية لغاية لما السكر يدوب، وبعدين بنعلي السرعة لغاية لما يبقى الخليط فاتح معانا بالشكل ده. ولو بالخلاط في الأول هنعمل خلط متقطع، يعني شوية ونقفل وشوية ونقفل عشان السكر يدوب، وبعدين هنخلط بقى كتير لغاية لما يبقى الخليط فاتح كده. نص كوباية زيت، ممكن برضو نضيف الزيت والخلاط شغال. هنخلط شوية بعد ما هنضيف الزيت، وبعدين هنضيف كوبايتين من الدقيق، هننخلهم مع معلقة كبيرة من النشا. هننخلهم بالتدريج، يعني ننخل شوية ونقلب بالمضرب اليدوي وشوية ونقلب لغاية لما نخلص كمية الدقيق كلها. والطريقة دي دايما بتخلي الكيكة معانا هشة واسفنجية. الخليط بيكون تقيل شوية بالشكل ده. هنجيب تلتين كوباية من الحليب وهنحطهم في كنكة أو في أي حاجة يعني هنحطها على البوتاجاز، وبعدين هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة أو تقريبا 25 جرام من الزبدة، وبعدين هنحطهم على النار لغاية لما الحليب يسخن ويبتدي يغلي، وأول ما هيغلي هنرفعه من على النار. في الوقت ده هنجيب معلقة كبيرة من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو كيس بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الزبادي، ومعلقة كبيرة من الخل. هنقلبهم مع بعض كويس، وهنلاحظ طبعا ان الخليط بيفور زي ما احنا شايفين كده، وهنعمل الخليط ده في الاخر خالص قبل ما ندخل الكيكه الفرن. بعد كده الحليب خلاص سخن، هناخده وهنضيفه وهو سخن كده بيغلي على الكيك، وهنضيف عليه الخليط اللي احنا عملناه او المكون اللي هو محسن الكيك اللي احنا عملناه دلوقتي، وبعدين هنقلب بقى بالراحه كده من تحت لفوق لغايه لما المكونات دي كلها تمتزج مع بعض، وهيبقى عندنا الخليط بتاع الكيك ناعم جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنحط الخليط بتاع الكيك في صينية تكون مدهونة بالزيت ومتبطنة بالدقيق، هنخبطها خبطتين خفاف على الترابيزة قبل ما ندخلها الفرن عشان لو فيها أي هوا زيادة بنطلعه عشان ما يبقاش فيه جواها فراغات. وندخلها بقى الفرن على حرارة 180 درجة، الرف اللي في النص هتاخد تقريبا نص ساعة. بعد ما تطلع من الفرن بنسيبها لغاية لما تبرد خالص، بعد كده بنقطعها ونقدمها، وإن شاء الله هتعملوا أحلى كيكة، كل مرة تبقى أحلى من المرة اللي قبلها. جربوا الطريقة دي هتعتمدوها بعد كده على طول بإذن الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، واقول لكم بقى مع السلامة، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية.